أنور وجدي، أسرار أسطورة السينما المصرية وثروته المثيرة ونهاية صادمة. تخيل إن أنور وجدي اللي كان بيتمنى يلاقي لقمة ياكلها بقى في يوم من الأيام نجم مصر الأول وأغنى فنان في جيله. تخيل إن الراجل ده كتب وأخرج وأنتج وحقق أعلى إيرادات، لكن مات وما عندوش حد جنبه. في الحلقة دي هنعرف إزاي بدأ من الصفر وإزاي بقى أسطورة وإيه الأسرار اللي خباها عن الكل. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار المشاهير العرب. أنور وجدي مش بس مجرد ممثل، ده كان عبقري السينما، المنتج اللي غير شكل الأفلام والراجل اللي كتب نهايته بنفسه. حياته مليانة حب، نجاح، غموض وخسارات تقيلة. تعالوا نشوف الحكاية من أولها لآخرها. أنور وجدي اتولد سنة 1904 في القاهرة لأب تاجر سوري بسيط. اتعلم في مدرسة الفرير وكان بيعرف لغات كتير، لكن الفقر خلاه يسيب الدراسة بدري. بدأ حياته عامل صغير في فرقة يوسف وهبي، وكان بيقعد يرقع في الملابس ويمسح أرض المسرح، لكن عينه كانت دايما على الأضواء. وبدأ يمثل أدوار صغيرة، لكن لما كتب وأنتج فيلم قلبي دليلي مع ليلى مراد الدنيا اتقلبت. في وقت ما كانت التذكرة ب10 قروش. أفلام أنور وجدي كانت بتحقق آلاف. كان أول فنان يشتري عربية أمريكاني وسكن في فيلا في الزمالك. كان بياخد أعلى أجر في مصر حوالي 2000 جنيه في الفيلم، وده وقتها كان رقم خرافي. أسس شركة إنتاج وكتب وأخرج أفلام زي ياسمين ودهب وحبيب الروح. كان بيشتغل 20 ساعة في اليوم وبيتحكم في كل تفصيلة بنفسه. زواجه من ليلى مراد كان حب كبير بس تخلله غيرة وشكوك. أنور كان غيور جدا، كانت الخلافات بينهم علنية واتطلقوا بعد 8 سنين وسابته وهو لسه بيحبها. علاقته بفيروز، أنور كان مكتشف فيروز الصغيرة وقدمها في ياسمين وفيروز هانم. كان شايف إنها معجزة وقال إنها شمس الفن الجاي. مرضه المزمن، كان بيعاني من مرض نادر في الكلى وما كانش بيقول لحد، وفي آخر أيامه سافر السويد للعلاج لكنه رجع في النعش. رغم إنه ما خدش جوائز رسمية كتير، أنور وجدي كان صاحب لقب نجم الشباك الأول لمدة 10 سنين. أفلامه كانت بتتعرض في كل سينمات مصر والجمهور كان بيشتري التذاكر عشان اسمه. نقابة السينمائيين أطلقت عليه لقب رائد السينما التجارية، وسينما ريفولي كانت بتعرض أفلامه شهور متتالية. أنور وجدي مات سنة 1955 عن عمر 51 سنة بس، وفي آخر أيامه كان وحيد، ما كانش حواليه إلا مامته والممرضة بتاعته. رغم ثروته مات وما سابش ورث كبير لأنه كان بيصرف كتير، ومرضه أكل جزء كبير من فلوسه. في جنازته كل نجوم مصر مشي وراه، وكان في آلاف الناس في الشارع بيعيطوا عليه. دي كانت حكاية أنور وجدي، النجم اللي طلع من الحارة ودخل التاريخ. إيه أكتر فيلم حبيته ليه وإيه رأيك في قصته؟ شاركنا في التعليقات وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية.